بسم الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دي جولة في المرشدي بأسعار الحلل والصيني والكاسات والأطقم المعالق والحاجات الكتير الرفايع كده اللي في المطبخ. العرض ده موجود في المرشدي بمناسبة رأس السنة، والعرض موجود لفترة قليلة. أنا بعرض رجل الحاجات عشان تشوفيها. بس قبل أي حاجة بص يا جماعة، مهما الأسعار عليت ما نبصش نقول شوف الاسعار بكام ونزلت لكام. اي حد، اي عروسه بتجهز لازم تبقى رحيمه باهلها. بصي يا حبيبتي، مش لازم الحاجه تبقى غاليه قوي عشان تبقى حلوه. ياما في حاجات اسعارها متوسطة ومعقولة، وفيها هاتي حاجات سيمبل بسيطة عملية تستعمليها. مش بقولك هاتي حاجات منخفضة او كده. دوري ما بين المنتجات يا ستي، بدل ما تجيبي 3 او 4 او 5 اطقم حلل، هاتيلك طقم واحد يكون غالي وهتستعمليه مش هتشيليه. احنا ما بقناش في زمن حد يشيل حاجة لا تحت السرير ولا على المطبخ ولا الكلام ده. هاتي احتياجك. هاتي طقم واحد مثلا استلس وليكن زي اللي قدامك ده، هتستخدميه ومدى الحياة مش هيحصل له اي حاجة. هاتي طقم تيفال نضيف، طقم بس ما تكتريش، ما تجيبيش حاجات وتركنيها. إيه، الكاسات ما تجيبيش حاجات تحط في النيش. الصيني بسمع ارقام خيالية، اللي جايب بمبالغ بألوفات مؤلفة. طبق الصيني لما هيقع على الارض مش هيفرق ابو 5 جنيه وابو مليون جنيه، هيتكسر، ده هيتكسر وانتي نفسك هيقع من ايدك ويتكسر. فخير الامور الوسط. اعتدلوا يا جماعة. ومهما زي ما قلتلك، الوسط حلو في كل حاجة. من بين الحاجات الاختار الانسب والايسر واللي تقدري عليه. ما ندينش نفسنا مع الايام كل حاجة بتيجي. اللي ما عندوش النهارده نيسر على نفسنا الدنيا، ما نصعبهاش. الاجهزه اقول لك الحاجات الاساسيه. لو بنت بتجهز او حد بيعمل ركزي على الاجهزه الكهربائيه. اي نعم هي غاليه، بس انا هستعملها. انا كل يوم محتاجه في ايدي تلاجة تكون كويسه، محتاجه غساله هستعملها يوميا، محتاجه حاجات عمليه في الاجهزه الكهربائيه دي في ايدي كل يوم. لكن الحاجات اللي زي النيش والكلام ده يا ستي، بتحبي الحاجات الراقيه، هاتي لك طقم واحد. هاتي حاجات زي ما قلت لك، قللي قدر الامكان. انتوا هتستعملوا يعني كام طقم؟ الصواني الناس اللي بتجيب بالاعداد ارحموا ترحموا. يعني في ناس مش مستطيعة خالص، في ناس بتتدين، في ناس بتحطم حياتها عشان خاطر يجوز بنته. دنيتهم حرفيا بتقف عشان عنده بنت بتتجهز في البيت. الشاب من دول برضو مش قادر يكون نفسه. فالرفايع شوفي العروض وانزلي ما بين انسبها. خليكي كده حكيمة وحكيمة عقلك. لو كنت رحيمة باهلك ان شاء الله ربنا يوسع عليكي وتقدري تجيبي فيما بعد اللي انت ما جبتهوش، واللي هم مش قادرين يجيبوه اهلك برضو دلوقتي. فيما بعد لو انت رحيمة بيهم وقدروا، مش هيخلوا عن جهدهم وهيجيبوا لك كل اللي نفسك فيه. فدي كانت جولة في المرشدي بأسعار الكاسات. أنا شايفة فيه عروض حلوة جدا. شايفة أطقم صيني نازلة من 12,000 ل 6,000. استغلوا الحاجة دي، ولو حد بيجهز أو كده يقدر يغتنم الفرصة وياخد حاجة زي كده ويجيب الأنسب ليه برضه. شوفوا ايه الانسب وادخلي واعملي سيرش قبل ما تجيبي، واعرفي انت محتاجه ايه، واكتبي حاجتك واعملي كشف كده، واللي جبتيه تعملي عليه اكس وما تجيبيهوش تاني. احنا مش هنعمل عدد او هنفتح محل في البيت. الحاجات دي والله بتبقى نقمة لما ترصي على الناس اللي بتقعد تتباهى ان هي رصة المطبخ من فوق. صدقيني الحاجات دي بتتملى تراب وتبقى كركبة عندك في المطبخ وكأنك شايلاها على دماغك. اسأليني انا. احلى حاجة الحاجة تبقى رايقة، حاجة سيمبل بسيطة، مفيش كركبة، مفيش تحت السرير، مفيش في نيش كلام كتير كده، تفاصيل كتير، لا. خير الكلام ما قل ودل. اسيبكم بقى مع الجولة دي، واللي عاجباه حاجة طبعا ممنوع التصوير ومعظمكم عارفين. فانا خدت لكم كده يعني ايه لقطة لاخواتي يشوفوا بس ايه الحاجات المعروضة، ايه الاشكال اللي ممكن تعجبه. واللي يعجبه حاجة يقدر يعملها زوم يكبرها، ولو في سعر يقدر يشوفه. وفي مجلة المرشدي وفي الخط الساخن اللي هو 16901، تقدر تسألي العروض لسه موجودة ولا لا. في طبعا الأجهزة الكهربائية بتتنقل مجاني لأي في المحافظات كلها. برضو في عروض شغالة على كل حاجة دلوقتي. شهر واحد بيبقى شهر العروض، ومش هنا بس، مش في المرشدي، في كارفور وفي أماكن تانية كتير جدا. فدوري وشوفي الأيسر. ويا رب يسعدكم جميعا يا رب، وتبقى سنة سعيدة على الجميع. أسيبكم بقى تتفرجوا.
على الجولة بتاعتي. وإن عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان أقدر أوصل لناس كتير ونقدم لهم الرسالة دي. حابة بس أكمل وأقول حاجة، إن كل الحاجات يعني من الحاجات اللي سعرها قليل قوي للوسط للحاجات الكريستالات والحاجات دي، موجود كل حاجة. كل حاجة موجودة على حسب استطاعت. أنا عن نفسي مع بنتي أنا هعمل كده. الحاجات الأساسية اللي هي ما فيش غنى عنها، هجيبها لها نظيفة واجي على نفسي شوية اكتر من الحاجات اللي هي ايه، الحاجات اللي في النيش والانتيكات والكلام ده. دي مش حاجات اساسيه خالص. فدي بالنسبه لي هتبقى على حسب. معايا فلوس اقدر اجيب هجيب، مش معايا يبقى الاساسي عندي اولى. الاساسي اللي هي مش كل يوم اجيب لها خلاط اي كلام وارميه تاني يوم، مكوه تعبانه، مش عارفه ايه بايظ. لا، الحاجات اللي هتستخدمها اجيب لها ميكروويف يكون كويس، محتاجاه. محتاجه بوتاجاز حلو، محتاجه كمان عجان يساعدها تعجن تعمل اي حاجة. لكن الحاجات اللي هي الازاز دي اللي لما تقع شكرا، لا، دي اخر حاجة عندي، اخر اولوياتي. فانا الناس كلها تفكر بعقل بقى الايام دي، وبعقل الغلا اللي احنا فيه ده. لازم يبقى فيه يا جماعة ترشيد لاستهلاكنا قدر المستطاع. عارفين ان كل واحدة عندها بنت عايزة تعمل كل حاجة وتجيب لها أحسن من أي واحدة في العالم، كلنا عايزين كده. بس والله هي مش مسابقة خالص، ولا السعادة بالحاجات دي ولا الكلام ده كله. أي نعم، أما يجي معاكي وبنتك نفسها في حاجة هاتيها بعد كده. وابن الحلال اللي انت بنتك مخطوبه له هو اللي هيقدر حاجه زي دي. ما هي زي ما هي رحيمه باهلها، باذن الله هتبقى رحيمه بيه. لو هي مش طماعه مع اهلها وما كلفتهمش اللي ما يطقوش، برضو معاها هتبقى رحيمه. وهتبقى يعني تبقى رؤوفة بيه ومش هتيجي عليه في حاجة. الصيني زي ما انتم شايفين ده ب6000 بعد 12 او 13 الف جنيه. الصيني ده، كل الصيني ده يا جماعة. وفي ب5000، وفي حاجات اطقم 10 ب4000 وب2000. كل الاسعار موجودة. في حاجات فاتت 3000 اهي، 5000. اما الارقام اللي انا بسمعها يقولك صيني ب20 الف جنيه، يا نهار ابيض. يعني لما طبق يقع من ايدي انا اقعد جنبه اعيط. 6000 ونص طقم كامل، 128 وفي 136. دي اطقم عشا، اطقم اللي هي شاي. 3، 7 شاي وجاتوه. والله كل ده بيتحط في النيش وبنشرب في مج الشاي العادي السادة. كل اللي بنعمله ان بيتملى تراب وننضفه ويتملى تراب وننضفه بس. 6000. 9000. سلام قول من رب الرحيم. 9500 جنيه. مش عارفة كان بكام، هو ده ب15000 جنيه تقريبا.
6000 بدل 13000، 6500 بدل 13500. زي ما قلت لكم العروض دي الفترات محدوده. طبعا شنط المعالق انا شفت ارقام حلوه جدا وشفت ارقام مش حلوه جدا برضو، يعني شفت ارقام ب 1300 جنيه شغال وب 1500 جنيه وفي ب 9000 وب 6000 وفي ب 2000. وفي الاول في الاخر والله كلها في اللطقم دي برضو الطبق باين ب 25 جنيه، لا ب 39 جنيه، كل المقاسات. الناس اللي بتحب الحاجات الفرداني، في كمان فرداني لمنارك اللي هو الساده ده اللي بيدخل الميكروويف، برضو الطبق ب 39 يعني ب 40 بعد 129 جنيه. في المجات دي بكل اشكالها بقى، بس بتحب المجات الفرداني. مش عايزه اقول لك على المرشدي وجماله في الحاجات اللي هي الرفايع بتاعه المطبخ، اللي هي المضارب والقطاعات والسكاكين، كل الرفايع بقى اللي تتحط في قلب المطبخ دي حدثي ولا حرج، رائعه. وزي ما شفتوا برضو الحاجات اللي هي الخشب اللي طالعه جديد اللي بيعجنوا فيها، واللي هي العياشات والحاجات دي كلها، كل دي اطقم شوربه. اعملي سكرين واتفرجي براحتك لان انا غصب عني بصور بسرعه. كل دي حاجات جميله جدا. عايزه تزيني النيش، على فكره في حاجات كتير تزين النيش، مش لازم الحاجات الغاليه دي، في انتيكات تحفه، وفي حاجات بتبقى نحاس وفضه وحاجات عمليه ومتينه، حتى لو وقعت مش هتتكسر. دوروا دايما على الحاجات المتينه. انا لو عندي طقم صيني بمبلغ وقدره بس اضمن ان الطبق لما يقع مش هيتكسر انا هجيبه، لكن هيقع ويتكسر لا مش هدفع فيه فلوس. اكيد في صيني مش هيتكسر، وفي صيني بيتحط في النار طبعا معروفه، لكن يتكسر دي لسه جديده. الشجر بقى والحاجات دي كلها. ده طقم ماستر اهو عامل 6000 ونص. زهران طبعا موجود هناك بكل حاجاته، بالستانلس بالتيفال دي شركاته بتبقى عارضه في مكان في المرشد يا جماعه. صيني برضو حلوه قوي. وتقوم عشا دي، حاجات السيمبل دي حلوه قوي، ب 5000 جنيه حلو شغال، حاجه كده هاديه وخفيفه.